الرضا بالقضاء والقدر. كل شيء يصير لك بهالدنيا سواء خير أو شر هو من عند مين؟ هو من عند الله. الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن أساسي من أركان الإيمان. في قضية إيمانية عظيمة جدا. سر الله في خلقه. في نقطة استوقفتني وهزت كياني. الله عز وجل قبل لا يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة كتب مقادير الخلائق. الله وحده يعرف وش اللي مكتوب لك، ويعرف كل إنسان شو اللي يصلح له شو اللي ما يصلح له. خلنا ناخذ دقيقة واحدة مما هو كائن إلى قيام الساعة، دقيقة واحدة فقط. ما ندري شيء راح يصير لنا بعد دقيقة. من يقدر يحصيها؟ شيء مو طبيعي. تعرف شنو مو طبيعي؟ مو طبيعي. يا الله ما أعظمك. الله سبحانه وتعالى شارط عليك يا إنسان أن تؤمن بقدره عليك. لما ترضى بقضاء الله وقدره عليك ترتاح. الله سبحانه وتعالى يريد لك يا إنسان أن ترتاح، تحسن قلبك مستسلم ومطمئن. في آية عظيمة جدا اسمعها معايا بقلبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى بلغك كل مصيبة تصير لك تراها مكتوبة في كتاب من قبل حتى لا تجي أنت على الأرض. أنت وش بيدك وأنا وش بيدي، بس ما بيدي شيء. عيش حياتك بطول بعرض بما يرضي الله عز وجل. أنت رفعت أمرك إلى من؟ الأمر كله بيد الله. الله قادر يعوضني. إن شكرت واحتسبت نجحت. فأصبر، اذكر ربك، قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد على المصيبة أعظم أجر. الله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا صابك شيء سواء بسيط ولا قوي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قدر الله وما شاء فعل. إن الله إذا أحب عبد أصاب منه. ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا قضاء الله وقدره. يجب علي أن أرضى به. لا تسخط. دقيقة تكفى يا عبدي، إذا رضيت فلك من الرضا، وإذا سخطت فعليك سخطي. لا تزعل من أي شيء يكتبه الله عز وجل لك. ترى إذا صابك شيء ورضيت فيه ترى الله يرضى عنك. فإذا رضي الله عنك أعطاك وغمرك بسعادات وغمرك باطمئنان وراحة قلب لا نهائية. وإذا سخط ترى الله سبحانه وتعالى يسخط عليك. يعني إذا ما رضيت علي سخط الله فخليني أرضى. يا رب أمري عندك وأنا راضي بقضائك. اللهم إني راض بكل ما قد قدرته لي. لذلك الإنسان وإن أصابته ضراء صبر وإذا أصابته سراء شكر. حط قدام عينك الصبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم. فطمن، ترى فيه رب مدبر لك كل شيء. الله سبحانه وتعالى اختار لك الشيء اللي فيه خير لك. إذا الموضوع كله خير ولله حكمة وله تدبير سبحانه. كتب لك كذا وانت ما تبغاه اعرف إنه خيره. أنت تبغى الله يرضى عنك ويجري هالبلاء وهالهم عنك، هل أنت يا إنسان يا مسلم راضي بالشيء اللي الله كتب عليك؟ ولا تبغى الله يسخط عليك؟ فهذا هو اختبار المؤمن، أن ترضى بما كتبه الله لك. هذا هو المحك. فإذا وجد في قلبك وجدت اطمئنان قلبك. الله يجعلنا وإياكم ممن يرضون بقدر الله سبحانه وتعالى عليه. أسأل الله أن يملأ قلبك بالإيمان وأن يسكن قلبك وروحك بمحبته ورضاه. نسأل الله لنا ولكم اليقين تام والرضا بما كتب الله عز وجل. الله يجعلنا وإياكم ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ويرفع كل بلاء عنهم، كل هم وكل غم. قولوا